السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الآسيوي خلص ونشوف بعد اكو جماهير بعدهم يحشون عليه. أدينا أداء سيء فما صعدنا. بعد عندنا لعبتين المباراة مع الإمارات والملحق العالمي والله كريم. بس اليوم ثبت إن اكو شيء مو صحيح. يعني انت تشوف اللاعبين بأنديتهم جاي يأدون ويطلعون مباراة كلش حلوة. منتظر الماجد أول واحد انضرب بالمنتخب العراقي، واليوم سجل هدفين ولا أروع. يمكن الهدف الأول إله بس ما حسبه، يمكن المهاجم جاسها، هي ضربت هي حولها فيمكن جاسها المهاجم، أنا ما انتبهت العادل فيمكن حسبوها للمهاجم مو إله. بس الهدف الثاني كلش روعة، يعرف وين يتمركز، شلون يستلم باصات، شلون يسجل. يعني ما مسرع مثل جماعتنا ذول الحاطم بالهجوم أكثرهم، يعني أكثرهم مسرعين ما مسرع، أخذ وقته حتى سجل. انتبهوا الهدف مالته أخذ وقته وركز الزاوية راح يضرب بيها، مستحيل الحارس كان يقدر يصدها. منتظر ماجد اليوم تقيم 8.7 يمكن يعني تقريبا 9 أعلى تصنيف بين الفريقين. يعني هذا شو يثبت لك؟ يعني هذا اللاعب ليش على المدرجات يا أرلاند؟ انت ما افتهم والله العظيم. انت لو فقير يعني معرفة اللاعبين العراقيين، لو ما عندك فكر يعني شلون تلعب مباريات. انتم شفتوا انا نزلت فيديو وحكيت على أرلاند صعوبة كلش راح اشوفه يقدر يصعدنا الى كأس العالم. لا تقولوا لي جديد وشغلات. اي واحد يجي ويشوف المنتخب العراقي يعرف شلون يوظف اللاعبين. هذا منتظر ماجد يعني والله مظلوم بالمنتخب العراقي. المهم الله كريم. الثاني واحد راح يجي يوسف الأمين انصاب، وأنا سمعت احتمال كبير بأن هو ما راح يرجع، ما راح يلعب مباراة الإمارات لا يوم 13 ولا يوم 18. إصابته تأخذ راحة، يراد لها راحة مدة 3 أسابيع إلى 4 أسابيع، فما راح يجيب أرلاند. فهذا طلع يعني بايش اليوم ما افتهمت أنا حقيقة. النادي الرياضي السعودي ما موجود بايش بالقائمة مالته، ما أعرف شنو المشكلة. فمن سألوا المدرب حسب ما شفت بعد خبر رجع يقول المدرب يقول بايش أداءه كلش منخفض، مو مثل أول ما أجل نادي الرياض، فأكو مشكلة كبيرة. احتمال بايش يطلع من نادي الرياض حقيقة. فهنا هذول اثنين مجنحة. فهذا يثبت لك هواي ليش منتظر ماجد بالمدرجات. أرجع وأقول ليش منتظر ماجد بالمدرجات. والمهم لا، كيفن يعقوب نزل بالشوط الثاني وساعد فريقه وأداءه كان كلش حلو حقيقة، وتعادل فريقه كان متأخر وتعادل، مدري فاز وانتهت ما كملت المباراة. فشفت كيفن يعني حقيقة أداءه رائع جدا. الشيء الثاني لازم نحكي عليه همات العراق. ليش الاتحاد العراقي ما اعترض على اللعب بالسعودية؟ مع الرغم كانت الاتحاد الآسيوي قال أعلى نقاط أي فريق يجيب أعلى نقاط هو هذين الفريقين راح يستضيف المباراة. يعني العراق والإمارات هم جابوا النقاط الأكثر. فشي غريب ليش السعودية غيرت؟ لا بعدين قالت على ياهلي أعلى تصنيف. حتى بالعلى تصنيف السعودية يمكن يومين كانت على تصنيف، وهذا مو يعني ميزة تخلي السعودية تصير يعني تلعب على أرضها. هاي اثنين هسه مو مشكلة بما قلنا النقاط. هسه ليش ما لعبتها بأرض محايدة؟ ما جاي افتهم ليش ما لعبنا بأرض محايدة. فهواي سؤالات. يعني الإمارات زعلت ما راحت للحفل الآسيوي والعراق راح. هل أنا ما أريد أحكي، ما أريد أظلم واحد، إنه بعد أظن عثمان استغفر الله يا رب العالمين. هل عدنان درجال أعطى المباراة للسعودية حقيقة؟ وما كانت أي اعتراضات من الاتحاد العراقي، ما كانت أي اعتراضات من الاتحاد العراقي من لعبة السعودية على أرضها، وإحنا كنا أعلى بالنقاط وبالتصنيف وماكو أرض محايدة. إندونيسيا اعترضت. يعني ما شفت يعني شيء من الاتحاد العراقي اعتراض. وهاي شو قبل ومثل احنا مذلولين وما شلون ما كان يعني، وشردون الاتحاد الآسيوي وش هذا الاتحاد السعودي وقبلنا بيه ومشينا بيه.
هسه الإمارات صار لهم موقف المفروض يعترضون هم أكثر قبل يخوضون المباراة ويا قطر وهاي، بس بعدين اعترضوا وقاطعوا. بس احنا والله متشلبين بالاتحاد الآسيوي، وشفتوا انتم هاي تشوفوا الصور يعني عندنا هذا الرجال ويا رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي وأنا أدعو من الله ماكو أي اتفاق ضد الجماهير العراقية والمنتخب، يعني ما أعطينا هذه المباراة بسهولة للسعودية حتى هي تصعد، لأن أنا ما أعرف أكو وعود إلى عدنان درجال بأنه راح يربح دورة ثانية، بس يعني تخلي السعودية تصعد. شنو هذا الكرسي؟ والله عجيب يا أخي، كلها تحب هذا الكرسي يا عدنان درجال. أنت يعني حقيقة خيبت ظنه. وأنا واحد من الناس أنا قلت بالفيديو راح أكثر واحد صفى، قلت لك يا أخي بس أنت شنو ما جايبتهم أنت يعني انظلم حق العراق، وكل العالم تقول العراق انظلم حقه، المفروض يلعب على أرضه يعني وانزل شي يلعب أرض محايدة. أنت وأنت وابن سلمان واقفين بالاحتفالات ويعني وكأنه لا شيء صار. يعني من يعقلها هاي؟ إذا أكو اتفاق وواعدوك بدورة ثانية يدوروا لك من الناحية القانونية ويدخلوك دورة ثانية يا عدنان درجال، فهاي مو على مود الشعب العراقي. الشعب العراقي مسكين، الشعب العراقي ما يستاهل هذا. الجماهير العراقية شفت دموعهم يا أخي؟ شفت دموع الجمهور العراقي؟ شفت دموع هاي بس بالتلفزيون شفت دموع العالم اللي بالشوارع بالمقاهي كانت تباع لعبة العراق. شلون يعطيكم قلبكم انتم تفوقون على هيك شيء حقيقة؟ وهاي شغلة اليابان تطلع باتحاد وحدها حقيقة. حتى لو هذا صدق الخبر العراق ما راح يروح وياهم. العراق أنا متأكد مني أكو اتفاق بينه وبين الاتحاد الآسيوي على ما يحكي على أي شيء يسوونه حتى السعودية تصعد إلى كأس العالم. إحنا عندنا الوعيب بمقدرتنا نفوز على المنتخب السعودي، وحتى على المنتخب الاندونيسي كان بسهولة نقدر نفوز عليه، بس أكو شيء ترتيبا ما افتهمت عليها حقيقة. هذه مو لعبة تكون أو لا تكون بالملحق الآسيوي، المفروض إحنا كون أو لا تكون، يعني ما عندنا لازم نصعد كأس العالم. فأكو شيء ما واضح لنا يا عدنان رجال، وأتمنى تطلع وتوضح هذا الشيء. وأنا ما أشوف يعني أنت وهذا المدرب الجايبه ما أشوفك أنتم تصعدون لكأس العالم. فيا أخي لا، ما عندكم هذه المقدرة وما عندكم هاي، رجاء عفوا الاتحاد وطلعوا. يعني كفاية، يعني سحتم حتى الحكومة، يعني مدتكم بأموال طائلة يا أخي، وين راحت هاي؟ ما معقولة هيك يا أخي. أنا أدعو من الله أنت ما أكو اتفاق بين الاتحاد العراقي والاتحاد الآسيوي والسعودي على مود السعودية تصعد. فكل شيء الجاي نشوفه بين أكو اتفاقية بين السعودية تصعد مبينة يا أخي. شنو ما تقراها يعني بدون السطور جاي نقراها يا أخي؟ ما معقولة يعني هذا الأداء والسكوت يعني على المظلوم، يعني ظلم العراق كلش هواي وساكتين عن هذا الشيء. أتمنى أكون أنا يعني ما يعني أتمنى أكون أنا غلطان. إن شاء الله نشوف فريق زين، واحتمال كبير أنا سمعت أكو أخبار بأن الاتحاد يبدل أرنولد بعدنان حمد. ما شفت واحد من الأخبار طلع، بس ما صار صحيح لو لا، وإن شاء الله تكون على خير. يلا مع السلامة إخوان، وأي تعليقات